خطوة جديدة تجاه حل لغز تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة 804 وهي في طريقها من باريس للقاهرة قبل نحو شهر. لجنة التحقيق أعلنت انتشال مسجل الصوت في قمرة القيادة، والفضل في ذلك للسفينة الفرنسية المتخصصة جون ليثبريدج. السفينة التي تحمل على متنها أجهزة عالية الدقة في البحث انتشلت الجزء الأهم من الصندوق الأسود، وهو الذي يشتمل على وحدة الذاكرة التي يفترض أن تحتوي كل ما كان يدور ويحدث في قمرة الطائرة قبل سقوطها في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى لمقتل أكثر من 60 شخصا على متنها. لجنة التحقيق قررت تسليم الصندوق إلى اللجنة الفنية للبدء في إجراءات فحص وتفريغ المحادثات، وهي تأمل في العثور على الصندوق الآخر الذي يسجل حركة ومهام أجهزة الطائرة بحالة جيدة، وأن يضيف ذلك بعدا جديدا في كشف غموض هذا الحادث. وتعكف اللجنة على وضع خطة عمل لالتقاط حطام الطائرة الذي حددت سفينة البحث مواقع وأعماق تواجده. طلعت موسى، العربية.